ازيكم فنانين؟ اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن العجوز. فيديو النهارده ان شاء الله جاي اشرح طريقه ازاي نحفر اطار خارجي تمام، بطريقه تكون سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. الفيديو معمول لشخص يعني من متابعين القناه، بعت لي على الواتساب، هتلاقي رقم الواتساب بتاعي تحت في الديسكربشن، تقدر انك تبعت لي او هتلاقيه في الكومنتات تحت. تمام. ان هو عايز يعمل نفس الحاجه دي كده هو بالظبط، بحيث ان هو يعمل حفر او سكان للجزء الخارجي، وده اللي بيطلع معاه. تمام، يعني هو حاليا كده يعتبر بيحفر الجزء الداخلي مش الخارجي، زي ما احنا شايفين هنا الجزء اللي بيلمع اكتر من الجزء اللي ما بيلمعش هنا. تمام، فالطريقه دي هتتعمل ازاي؟ الطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله. اول حاجه طبعا بتفتح الكورل بتاعك وبتكتب الاسم اللي انت عاوزه. على سبيل المثال هنكتب مثلا سلمى مثلا. تمام، بالمنظر ده، وابدا ان انا اكبر ماشي، واغير الخط على يكون ماشي خط مثلا زي كده، خط زي كده. بعد كده بضغط على حرف الدبليو، انا عامل اختصار لامر ويلد، لو انت مش عامله هتلاقي فوق. تخش من اوبجكت، بعد كده بتخش على شيبنج، بعد كده بتخش على ويلد بالمنظر ده، بس انا عامل له اختصار. تقدر ترجع لفيديو الاختصارات بسهوله على الصفحه عندي او على القناه عندي ولا ايه. تمام، ببدا ان انا اقرب الدنيا كلها كده من بعض شويه، وابدا ان انا اعمل ويلد مره تانية. تمام، احنا دلوقتي كده خلاص الاسم يعتبر خلصان جاهز ان احنا نظبطه. بس احنا عايزين مثلا نضيف نجمه مثلا هنا على سبيل المثال. ماشي، عايزين نضيف مثلا، نحاول نقربها شويه بس عشان الكونتور. عايزين مثلا نضيف قلب، فليكن قلب هنا. حلو بالمنظر ده كده. ماشي، ممكن نحط حاجه تاني هنا كده اهو، ايا كان يعني، نحط قلب تاني وخلاص. ماشي، فباجي هنا وبعمل كومباين للشكل بالكامل بالمنظر ده. باجي هنا على الاوتلاين بخليها اسود وبعمل كده نو فيل بالمنظر ده. بعد كده باجي هنا على السهم وبختار اداة الكونتور بالمنظر ده هون، وابدا ان انا اكبر سيكا 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 سيكا. تمام، يعني على حد ما، شوف بقى انت عاوز المسافة اللي تتحفر ايه. تمام، بعد كده بضغط على كنترول كي. اعتقد بنسبة 90% او 99% هو برضه بيعمل كده، ومش عارف المشكلة في ايه. المشكلة ان هو مثلا خلاص كده تمام، ده تمام تمام، عطى ده لون، اقول له ده هنا ماشي نفذ لي المنظر ده. فاللي بيحصل ان المكنة خلاص عرفت ان اللون مثلا الاحمر ده او اللون البينك ده هو اللي هيتعمل له سكان، فتبدأ ان هي تحفر الجزئية دي كلها بالمنظر ده، فبيطلع عندك اللي بيلمع الفريم الاطار او الاطار الخارجي ده بس. طب احنا بقى علشان نحل الموضوع ده بنعمله ايه؟ بنعمل حركة بسيطة جدا. كل اللي عليك تعمله يا سيدي انك بتضغط كنترول سي على الاوتلاين الخارجي او الكونتور الخارجي، بعد كده بتضغط على كنترول في. حلو الكلام. وانت اوريدي لسه سيلكتد مع اللي انت عملت له بيست، او اللي انت يعني انت خدت نسخة كوبي ولزقتها دلوقتي، يعني حاليا في ايدك. يعني انا اقصد ايه، حاليا في نسخة اهي. تمام، زي ما احنا شايفين. انت طبعا لو لسه زي ما هي متداسه بتبقى الاتنين او بتبقى متحدده معاك. بعد كده باجي محدد الاطار الداخلي. تمام، وبعد كده بضغط على كومباين فوق وبوم، خلص الفيلم كده. انا حاليا لما اجي اعمل سكان، ايه اللي هيحصل؟ الاطار ده هو اللي هيتحفر معايا. تمام، نرجع نبص هنا مثلا كده، هنلاحظ ان ده الاسود بتاعنا عادي اللي هيتقص، وده هو اللي هيتحفر. وبكده انا قدرت ان انا احفر اطار خارجي بكل سهولة، والموضوع ما خدش من ايدي اقل من 3 دقايق. تمام، ده كده الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون الشخص اللي صادني في هذا الفيديو يكون استفاد. على فكرة ده من الفيديوهات السريعة جدا اللي اتعملت. حاليا الساعة 6 الصبح اهو، دوك لسه مصلي الفجر وجاي وقلت نعمل الفيديو كده على السريع، وان شاء الله يكون مرفوع النهارده باذن الله. فلو محتاج حاجة اكتب لي، وان شاء الله يكون في اسرع وقت اتعمل. كان معاكم مازن العجوز، دمتم بخير، وسلام عليكم.